أولا شكرا على الاستضافة، وأرحب بقناة كردستان 24 وبالشعب الكردي. أتصور وصلنا تقريبا على الآخر من هلأ لأول جولاي أو أول تموز، بنكون شارفنا على النهاية. بتصور إيران أخذت خطوة في المجهول، وهلأ تحاول وقف إذا بدك الاعتداءات عليها من إسرائيل. بعثت وفد لسلطنة عمان بدون ما نعرف إذا الولايات المتحدة رح تحضر ولا لا. طلبت من قطر تساعدها بالتفاوض، طلبت من قبرص. اجتمعوا اليوم بالسفير السويسري يلي بطهران، طالبين إذا بدك الوساطة مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي عم بيقول أنه طلبوا منه الإيرانية أنه يحضروا على البيت الأبيض تيفاوضوا. الولايات المتحدة رفضت عرض المفاوضة من روسيا، قالت لروسيا أنه بالأول التزمي بوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، وبعدين فيك تلعبي دور الوسيط. الوضع منه جيد أبدا لإيران، وبعد عندها بتصور صرنا شارفنا على الآخر. هيئتها إيران تريد العودة إلى المفاوضات، بس مش معروف يعني قد إيه ممكن النظام يصمد. بتصور تصرفاتهم تتكلم أكثر من خطابات الخامنئي. يعني لما بيبعتوا وفد على سلطنة عمان بدون ما الولايات المتحدة تؤكد أنها ستحضر المفاوضات، هيدا بيعني شيء، أنه هيدا مثل استسلام. أو لما بيعرضوا أنه رح نروح على البيت الأبيض تنفاوض، هيدا تقريبا مثل استسلام إذا بدك. مش لازم نعقب كثير على كلام الخامنئي، لأنه عطول النظام الإيراني عودنا بالماضي يحكي بالعواطف تعلية السقوف، بس هو عارف من ضمن نفسه وضعه الداخلي تعبان جدا. بتصور إيران تتراجع في الشرق الأوسط، يعني شفنا الأزرع تبعها تتآكل، يعني مثل حماس مثل الحزب الله. حتى الحوثي مخفف كتير إذا بدك، وال والميليشيات التابعة لها بالعراق لحد هلأ ضابطة نفسها. و... وكانت في الماضي مثل ما أنتم بتعرفوا بكردستان كانت تشكل مصدر قلق لكردستان. يعني هذا الشيء بيريح بتصور بالمستقبل كردستان، وبتمنع ابتزاز كردستان من قبل هاي الميليشيات. أه، لا يمكن أن أتنبأ إذا رح يدخل العراق أو رح يدخل إذا بدك الحزب الله بلبنان، أو إذا رح يدخل الحوثي بعد بهاي الأمور. الكل شاف أنه السبونسر تبعه أو الكفيل تبعه يلي هي إيران، يلي مش قادرة تدافع عن رأس الهرم تبعها، يعني الخامنئي أو القيادات تبعها، أو حتى المراكز النووية، المطارات، البورات، سكك الحديد، النفط، الغاز. يعني لازم كل شيء لازم يعملوا يتطلعوا بالكفيل تبعهم يلي هو إيران، يلي هو اللي بيعطيهم المساعدات وبيعطيهم المال وبيعطيهم الأيديولوجي إذا بدك. مش قادر يحمي حاله. يعني عطول النظام، أي نظام الكين أي دولة، أول شيء أول برايورتي أول أولوية عندها لازم يكون حماية النظام وحماية القيادات. إيران مبينة مش قادرة تحمي نفسها. هلأ ممكن يتدخلوا، بس إذا تدخلوا ما بعرف شو قادرين يعملوا. يعني عادة نحن متعودين بالدول العربية أنه العالم تنقل البارودة من كتف لكتف بسرعة. آه، ما بتصور حدا رح ينخرط بعد بهيك مشاريع انتحارية، بس ممكن يكون غلطان. ما بتصور استسلموا، بس هيدي الميليشيات ليست غبية. آه، إذا بدك ستفاوض لتعيش وتقاتل يوما جديد. يعني مثل بيحدوا بهاي المرحلة، لأنه بيعتبروا في موج عالي كتير،
ممكن يشيلهم معه هذا الموج. هلا بدهم ينطروا كمان يشوفوا شو عم بيصير بإيران. يعني في اختلاف إذا بدك لحديث هلأ بوجهات النظر بين الولايات المتحدة وإسرائيل. الولايات المتحدة من شهر كانت تريد تغيير سلوك النظام. كل يوم على يوم الولايات المتحدة عم بتصير أقرب للرأي الإسرائيلي يلي هو تغيير النظام. هلأ إسرائيل بتغيير النظام أسوأ حالة عندها إذا استلم ابنه للخامنئي اللي هو مجتب بدون الحرس القديم تبعه، بيكون ضعيف جدا ولا يقدر أن يحكم. هيدا أسوأ الحالات اللي إسرائيل قادرة تقبل فيها. أفضل الحالات نحن سمعنا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عم يطلب من عم يطلب من الشعب الإيراني ينزل على الشارع وينتفض. يعني ممكن تصير ثورة وتقلب النظام. بتصور هيدي بعد بدها وقت، يعني بعد بكير عليها هيدي. بس على كل حال يعني حققوا أهداف الضربة، بضرب النووي، بضرب القيادات. وبتصور لما بتشيل من القيادات الحرس القديم النظام ضعف، لأنه القيادات اللي رح تيجي اللي بعده بدها وقت تتثبت حالها تيكون عندها نفس الحضور. وهيدي القيادات رح تكون إذا بدك هلأ رح تخلق فرصة. يعني مثل في لبنان مثلا بعد وفاة نصر الله، القيادة اللي اجت بعده كانت أضعف جدا. ونفس الشيء بإيران بعد كل هالقيادات اللي رح يجي وراهم رح يكون أضعف، ما رح يكون عندهم نفس إذا بدك التبعية من الشعب، لأنه بيكون قيادات جديدة. وهيدي بتخلق فرصة إذا إسرائيل عم بتجرب تغير النظام، لأنه هاي القيادات الجديدة يمكن ما تكون مؤهلة لتتعامل مع أي خضات أمنية أو مع أي ثورة بالشارع. السؤال صعب واحد يجاوب عليه، وسؤال كتير ذكي. بس بتصور آه، في تغيير سلوك أكيد لإيران على المدى القصير. على المدى الطويل ممكن إيران تتقسم إلى 5 دول أو 4 دول. مشان هيك بنشوف نحن الجيش التركي حاشد على الحدود الإيرانية، لأنه لا يريد أن يرى إقليم آخر كردي بإيران يستقل، مثل الإقليم بكردستان ومثل الإقليم بسوريا، لأنه يخاف على وحدة الأراضي التركية إذا استقل أي إقليم بإيران. هون المشكلة يعني مع الوقت إذا النظام ضل يتعفن والقيادات تكون ضعيفة وعم بيفاوض وعم يقمع شعبه، بالآخر رح نوصل لنفس النتيجة اللي وصل لها العراق أيام صدام حسين. صار في استقلال للمنطقة إذا بدك للإقليم الكردي، وبنفس الوقت المناطق الشيعية تبع جنوب العراق صارت إذا بدك بحال انفصال. نفس الشيء رح يصير بإيران مع الوقت إذا النظام ما قدر يخطي الخطوة المطلوبة منه. ممنوع تخصيب الأورانيوم، وممنوع يفاوض لأجل غير مسمى. كانوا يعني عاطينه من الأول رئيس ترامب لما وصل، قال أنه معهم لحديث حزيران 2025. وتبين للرئيس دونالد ترامب أنه الإيراني كان عم بيراوغ، وتبين له أنه الإيراني ما بده يلتزم بأي اتفاق، يعني سيقول نعم ويعمل اللي بده إياه. مشان هيك خلوا إسرائيل تعمل اللازم تعمله. وهلأ الإيراني شايف حاله بوضع يرثى له. مشان هيك يحاول وقف القصف على المنشآت النووية تيحافظ على ما تبقى من النظام. لأنه إذا سقط النظام رح يكون في تداعيات على المنطقة. يعني منطقة الأحواز إذا استقلت، هيدي المنطقة يمكن يكون عندها طموح بالخليج العربي.
أو إذا مثلا المنطقة الكردية صارت إقليم ممكن يكون بقلب إيران، ممكن هالشي يؤدي لوحدة مع الإقليم بالعراق وبسوريا. المنطقة البلوشية مثلا كمان، نصها بباكستان، النص الثاني إذا بدك بإيران، إذا استقلت ممكن هو اثنين يعملوا. أم، في شيء اسمه دايم Diplomacy Information Military and Economics، يعني كيف بتحط ضغط على اللي مقابلك تيفاوض تاخده محل ما لازم تاخده. سو الضغط الدبلوماسي شفناه من زمان، الضغط المعلوماتي كمان هذا اللي عم يعمله ترامب. إذا بدك عم بيقول لهم يعني تأخرتوا كتير، عم يعمل عليهم ضغط دبلوماسي. والضغط الاقتصادي شفناه، يعني لما العملة الإيرانية بتصير فوق المليون، لكل مليون دولار أو مليون ونص دولار، معناتها هذا ضغط اقتصادي. الدخل الفردي صار 200 دولار بإيران، يعني الدولة إذا بدك عم تنهار. ما بيبقى في شيء من الدايم إلا الأم يلي هو الميليتري أكشن أو الحل العسكري إذا بدك. سو الحل العسكري إذا بدك رجع خلى إيران تتواضع، بس ما بعرف إذا فيها تحمل الضغط العسكري كتير. سو مشان هيك أنا متوقع بحسب تحليلي الشخصي من هلأ لأول تموز أو أول أسبوع بتموز بنكون شفنا نهاية لهي الاشتباكات. يعني ممكن نهاية تكون سقوط النظام، ممكن النهاية تكون اتفاق استسلام، او يسموه شو ما بدهم، بس هو رح يكون استسلام.